رؤية القرد في المنام بالنسبة للعزباء، بالنسبة للمتزوجة، بالنسبة للحامل، بالنسبة للمطلقة، بالنسبة للشاب. رؤية القرد في المنام بتدل على الرجل التي تزول منه النعم ويصبح فقيرا محتاجا، أو هو دلالة على اللص المحتال، أو هو شخص ماكر ولعوب. تمام. ورؤية الصراع مع القرد وهزيمته بتدل على إصابة الرائي بمرض لفترة ثم شفاء. عندما الإنسان يرى أنه هو بيصارع القرد فالقرد بيتغلب عليه، يعلم صاحب الرؤية كان رجل أو امرأة، بتدل الرؤية على إصابة الرائي بمرض لفترة ثم شفائه بعد ذلك. أما إذا غلب الرائي صاحب الرؤية غلب القرد، فذلك يعني بيكون ده تخلص من مرض، تخلص من أعداء، تخلص من ضائقة مالية مرت عليه. أما لو تغلب القرد على الرائي فدي رؤية بتبقى مش محمودة، لأن بتنذر بمرض بيعاني منه الرائي فيما بعد. تمام. ورؤية القرد في المنام فأل سيء، إن هي غالبا وأبدا بتدل على وجود أذى من الجن. يعني في أغلب الأحيان لو تواجدت رؤية القرد مع أعراض المس أو السحر فتعني وجود أذى من الجن. عندها الإنسان لابد عليه إن هو يحصن نفسه ويستمع للرقية الشرعية. أما لو كان ما فيش أعراض لا مس ولا أعراض سحر، ورأى الإنسان القرد في المنام، فالرؤية بتدل على الفقر، بتدل على المرض، بتدل على الإفلاس لصاحب الرؤية. وفي حالة الإنسان عندما يرى مهاجمة القرد في المنام فهو دليل على محاربة الإنسان للمرض أو الجهل أو الفقر. لو أنت بتحارب القرد تمام وبتتغلب عليه، دليل على أنك أنت بتحارب المرض أو الجهل أو الفقر. لو أنت تغلبت عليه في منامك تمام، يعني أنك أنت هتتغلب على مشاكلك في الحقيقة وتتخطاها بأمر الله تعالى. أما في حالة أن القرد هو الذي انتصر عليك في الحلم فإنك سوف تغرق في مشاكلك المالية والديون والفقر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. أما شراء أو الحصول على قرد كهدية في المنام فهي إشارة على سرقة مال الرائي والاحتيال عليه. أما أكل لحم القرد، عندما يرى الإنسان أنه بيأكل لحم القرد، هذه الرؤية تنذر بهم أو تنذر إلى متاعب شديدة أو إصابة الرائي بمرض عضال لا قدر الله، أو حصول الرائي على مال حرام. وصيد القرد في الحلم دلالة على استفادة الرائي من ساحر، أما رؤية الزواج من القرد أو أنثى القرد فهو يشير إلى كون الرائي يرتكب الفواحش والذنوب الكبيرة والعياذ بالله. طيب رؤية عضة القرد في المنام تنذر بإيه؟ بتنذر بوقوع الرائي في خصومة. عندما يرى الإنسان اللي القرد عضه في المنام، الرؤية بتنذر بوقوع صاحب الرؤية في خصومة وخلافات مع أهله وأقاربه. أما عند رؤية القرد في الفراش بتنذر هذه الرؤية بهجر وترك الزوجة لزوجها أو ترك الزوج لزوجته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. رؤية القرد في حلم العزباء، الفتاة العزباء عندما ترى القرد تشير رؤية الفتاة العزباء أو المرأة الغير متزوجة القرد بمنامها إلى رجل أو شاب مخادع. تدل الرؤية على شاب أو رجل مخادع وماكر ومحتال بيظهر لها رغبته بالارتباط أو الزواج بها، إلا أنه يخدعها ويمكر بها. وقد يشير أيضا الحلم إلى رجل فقير لا دين له ولا أخلاق، أو رجل تتزوج به ويحل على حياتها الفتاة العزباء، يحل على حياتها الهم والخراب والعياذ بالله. والقرد الأسود رجل غريب عنها يخدعها، أما القرد الأبيض فهو رجل تعرفه العزباء يقوم بخداعها. أما رؤية الفتاة العزباء بمنامها كأن قردا عضها فذلك ينذر بخلاف قوي بينها وبين أهلها. ورؤية القرد في حلم المتزوجة، بالنسبة رؤية المرأة المتزوجة القرد في حلمها فهو يشير إلى رجل ماكر يكره لها ولبيتها الخير ويطمع بهذه المرأة، وهو رجل
وهو رجل يظهر يعني يظهر عليه التقى والورع، يظهر عليه التقى والورع، إلا أنه أشد الناس بغضا وعداوة، وهو شخص يحقد على الآخرين ويتمنى زوال النعم منهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ورؤية القرد في المنام للمتزوجة، عندما ترى المرأة المتزوجة القرد في بيتها وهي قامت ضربته وأخرجته من البيت، فهذه تشير إلى تواجد سحر داخل البيت وتم التخلص منه. عندما ترى ان هي لقت القرد في البيت وضربت واخرجته من البيت، فالرؤيه انا بتدل على التخلص من ايه؟ من سحر. كما ان رؤيه المراه المتزوجه التي ترى في منامها ان زوجها قد تحول الى قرد، فهذا يعني ان ذلك الزوج يقوم بخداع هذه المراه اللي هي صاحبه الرؤيه. ورؤيه قتل القرد في المنام الخاص بالمراه المتزوجه ده بيشير إلى قدرتها على إزالة الكرب والهموم التي تتواجد في حياتها. كما أيضا تشير الرؤيا إلى قدرتها على الخروج من المصاعب اللي هي موجودة في حياة المرأة. تمام. والمرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تقتل قرد، وكانت تلك المرأة تعاني من مرض، فهذه الرؤيا بشارة على شفائها من ذلك المرض بإذن الله تعالى. طيب، تفسير رؤية القرد في المنام للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة التي ترى في منامها أنها تقوم باللعب مع القرد أو الهزار معه، فهذا يعني أنها سوف تتصالح مع المشاكل التي تواجهها حتى لا يسبب لها أي أذى صحي. تمام. ورؤية المرأة المطلقة وهي تقوم بضرب القرد في المنام، فهذا يشير إلى قدرتها على إزالة المشكلات والصعاب التي تؤثر بالسلب على حياتها. وأيضا رؤية المرأة المطلقة لزوجها السابق وهو يتحول في المنام إلى قرد. تمام. يتحول في المنام إليه قرد، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى نجاها من هذا الرجل. كما تشير هذه الرؤيا إلى أنها نجت من الكثير من المشاكل التي كانت من الممكن أن تؤرق حياتها بشكل كبير. ده بالنسبة للمطلقة. طب تفسير رؤية القرد في المنام للمرأة الحامل. المرأة الحامل التي ترى في منامها القرد وهو يقوم بالهجوم عليها لكنها استطاعت أن تتغلب عليه، فهذا دليل على قدرتها على التغلب على المشكلات التي تواجهها. كما تشير الرؤيا على تخلصها من الكرب والأحزان والمشاكل التي تعاني منها في حياتها. وحال رؤية المرأة الحامل أنها تضع جنينها لكنه قرد وهي تضطرب من ذلك، فهذا دليل على مدى الصحة الجيدة التي سوف يحظى بها المولود. تمام. أما إن رأت أن القرد تغلب عليها فعليها بالتحصيل والاستماع للرقية الشرعية، لأن هذا يكون أذى من الجن بالنسبة للمرأة الحامل. طب بالنسبة للشاب، تفسير رؤية القرد في المنام للشاب. الشاب الذي يرى في منامه أن هناك قرد يعمل على مهاجمته لكن الشاب ينجح في صده، فإن ذلك دليل على تخلصه من مشاكل عويصة كانت تؤرق حياته. كما أن ذلك أيضا بيشير إلى حسن الجزاء الذي سيناله من الله تبارك وتعالى مقابل صبره على تلك المشكلة. والشاب الذي يرى في منامه أنه يقوم بقتل القرد، فهذا يدل على انتهاء المشاكل في حياته التي كانت تتواجد في حياته، أو قد تشير الرؤيا إلى انتهاء العزوبية ودنو موعد زواجه بأمر الله تعالى. طيب، رؤية أنثى القرد في المنام. رؤية أنثى القرد في المنام بتشير إلى تواجد امرأة تتصف بالخبث. رؤية أنثى القرد في المنام بتشير للرائي بتواجد امرأة تتصف بالخبث، ولا بد من أخذ الاحتياطات واللازمة منها والحذر. ومن الممكن رؤية أنثى القرد وهي تقوم بولادة قردة بشكل كثير يكون من الدلالات على تواجد الكثير من المشاكل والصعاب في حياة الرائية صاحبة الرؤية. كما أن التخلص من أولئك القردة إشارة إلى التخلص من تلك المشاكل التي تتواجد في حياة المرأة.
ورؤية ترويض القرد في المنام بتشير إلى إنجاز الأهداف المرغوبة التي يسعى الرائي في تحقيقها، كما أن ذلك إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يسهل لصاحب الرؤيا كل الصعوبات والمشاكل التي تتواجه في حياته أو تواجهه في حياته، وييسرها المولى سبحانه وتعالى له بإذنه تعالى. وهذا ما أردت أن أبينه لكم. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.